عمرك سألت نفسك ليه دولة الهند ما عندهاش منتخب قوي مع ان عدد سكانها يزيد عن مليار وربع بني ادم؟ يعني كل واحد لو اتدرب مثلا يوم في عمره هيعملوا منتخب قوي جدا لأسباب كتير. أول سبب منهم مثلا إن الرياضة الشعبية الأولى في الهند هي الكريكت. ليه؟ عشان إنجلترا لما كانت محتلة الفترة بتاعت لما كانت محتلة الهند لمدة طويلة جدا، فتعلموا منها هي رياضة الكريكت، لدرجة إن الكريكت بقت هي اللعبة الأولى الشعبية. يعني كرة القدم أصلا مش من أولويات عندهم. وتاني سبب هي قلة البنية التحتية. يعني الدولة مش عاملة البيئة اللي تطلع مواهب إنها تعمل منتخب قوي. يعني كل الرياضة والإعلاميين مهتمين بلعبة الكريكت، فبيتجاهلوا تماما كرة القدم، فبالتالي مفيش مواهب بتطلع. وتالت حاجة وهي أهمهم إن مفيش أكاديميات أصلا كورة هناك. الأكاديميات بتاعت الكورة قليلة جدا، فعشان كده مش تلاقيش حد موهبته بتروح لأكاديمية عشان يتعلم فيها. ما بيكونش في أكاديميات، فبالتالي مفيش أي محترف هيطلع لأنه أصلا مش بيتعلم وهو صغير. ولكن الدوري الهندي بيتطور وبيطلع مواهب جديدة. يعني ممكن في المستقبل تلاقي مثلا الدوري الهندي من الدوريات المهمة، أكيد مش من الخمسة الكبرى يعني، بس من الدوريات المهمة. أو مثلا تلاقي الهند مثلا بتحافظ إنها تكون في كأس آسيا كل سنة. وكده الفيديو خلص، بس أنت لازم تعمل لايك، وأهم حاجة الاشتراك، لازم تعمل اشتراك. ولو استفدت من الفيديو تعمل تعليق تشكرني فيه، أو مش تشكرني يعني تقول لي إيه رأيك في الفيديو. وسلام.